ولو عايزين تعرفوا عملنا لكم احلى طاجن مكرونه بالفراخ بالطريقه الشعبي ازاي، تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. ان شاء الله النهارده هنبدا دلوقتي على طول في ان احنا نقطع صدر الفراخ ده كريهات. اول نشطفه شطفه كويسه، ونيجي هنا كده نطلع بالفيليه كده معانا، وبعدين كمان سلايس كده. السلايسات دي تخينه شويه كده زي الفل. ناخد من النص كده ونعمل ده يعني كيوبس كده صغيره او كريهات زي ما اللي عايزين تقولوها ونلف الصدر معانا كده او شريحه الصدر، وبرده مكعبات صغيره كده. وهنا نفس الكلام ونفس الكلام كده، يبقى تمام قوي كده زي الفل. كلها مكعبات صغيره كده زي الفل. نيجي على الطاسه بتاعتنا ونحط معلقه زيت صغيره، تمام زي الفل كده. معلقه زبده صغيره كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كده الطاسه سخنت معانا، ونحط يعني فصين توم صغيرين كده زي الفل، وعرقين كزبره صغيرين، وعرقين شبت صغيرين كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. دول بقى ريحتهم طلعت جامده جدا. واحنا كده في نفس الاثناء دي نيجي حاطين الفراخ بتاعتنا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طعم الفراخ المره دي هيختلف تماما، وهيبقى حاجه جامده جدا 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 جدا. يا ريت تجربوها، لانها فعلا انا جربتها وطلعت طعمها ممتاز جدا جدا جدا. التشويحه الحلوه دي، وبس الفراخ تاخد صدمه كده ونقلب تاني على طول. شايفين الفراخ بتاعتنا لونت وبقت زي الفل ازاي. وبعد ما الفراخ بتاعتنا كده خدت الصدمه الجميله دي، نبتدي بس شويه ملح كده نحيق زي الفل، سنه فلفل اسود، سنه كمون، سنه بهار، وكده كمان معلقه صلصه انا مجهزها. وكده غطا بس لمده دقيقتين كده، عشان خاطر الفراخ يعني تعتبر استوت، يعني دقيقتين بس كده تبقى شدت معانا كويس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه الحلاوه دي والجمال ده. الفراخ كده بقت زي الفل معانا. نركنها على جنب ونعمل الصلصه بتاعه المكرونه. بالنسبه لصلصه المكرونه، معلقه زيت كده صغيره، برضو معلقه زبده كده زي الفل. يا سلام لو المكرونه بتاعتنا تبتدي بفصين توم صغيرين، حاجه 10 على 10، حاجه محترمه ومزاج المزاج. البصلايه الحلوه بتاعتنا دي، وكده البصله بس تدبل معانا، نحط على طول معجون الطماطم بتاعنا كده زي الفل. في النص كده نحط معجون الطماطم بتاعنا. ادي معلقه معجون الطماطم. وده عصير الطماطم مجهزه مسبقا. نقطره سكر خفيفه، نص معلقه فلفل اسود، برضو نص معلقه كزبره، نص معلقه بهار مشكل، نص معلقه كمون. كده احنا زي الفل. نغطي الصلصه بتاعتنا بس 3 دقايق، وبعدين نسقي المكرونه بالصلصه، وكده تبقى زي الفل. المرحله خلصت. وكده بعد ما الصلصه بتاعتنا بقت زي الفل وتمام التمام، نبتدي ندخل على الطاجن. اول حاجه في الطاجن ان احنا نحط سنه زيت صغيره كده، وبالفرشه بتاعتنا نخلي الزيت يلامس كل الجدار بتاع الطاجن زي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل. ونبتدي نحط الفراخ بتاعتنا، وبنحاول نخلي المسام بتاعه الفراخ مش واسعه، عشان لما تتقلب يبقى شكلها حلو وجميل. والحاجه التانيه ان احنا نضغط عليها ضغطه كويسه كده، عشان تبقى جالسه في قعر الطاجن لما نقلبها زي الفل كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نحط المكرونه بتاعتنا، وبرده المكرونه بتاعتنا ما بنحاولش نخليها للاخر كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لان المكرونه كده كده بتزيد معانا. ونبتدي نسقي الصلصه بتاعتنا كده. وزعنا الصلصه كويس، ولو هنحتاج بس سنه ميه نحط سنه ميه سخنه بتغلي، يعني معلقتين 3 ميه بس كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 10 على 10. وحته ورقه زبده صغيره، ونجيب حته الفويل اللي نقفل بيها التقفيله التمام، ندخل بيها الفرن على درجه حراره 180، وان شاء الله بالكتير قوي من نص ساعه لساعه الا ربع هتكون مستويه و10 على 10.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي الفل كده. بعد ساعة الا ربع نتقابل ان شاء الله ونفنش الطبق بتاعنا. وبعد تقريبا ساعة الا 10 دقايق كده نطلع طاجن الفراخ بتاعنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ودي ساعة الحسم بتاعتنا، ونرفع الطاجن بتاعنا كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، واحدة واحدة. اللهم صل على النبي، 10 على 10. وبكده عملنا لكم احلى طاجن مكرونه بالفراخ بالطريقه الشعبيه. وان شاء الله ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ومع الشيف احمد الصعيدي بالف هنا، وادعي لي.